تعد المرجعية الدينية الشيعية المؤسسة القيادية العليا التي تنال احترام المجتمع الإسلامي الشيعي وولاءه، إذ يرجع الناس إليها في أمور دينهم ودنياهم، وترجع أمور القيادة والزعامة في أحكام الدين وتشريع الفتاوى الإسلامية إلى مرجع التقليد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذه المرجعية تجسد محور الحركة الفقهية والفكرية والسياسية للمسلمين الشيعة. أنجبت الحوزة العلمية في النجف الأشرف أول وأهم المدارس الفقهية العلمية الكثير من كبار العلماء. استقت هذه المؤسسة البالغة التنظيم مادتها من أئمة أهل البيت عليهم السلام، إذ ورد عن الإمام المهدي عليه السلام قوله: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وكذلك ما روي عن الحسن العسكري عليه السلام قوله: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. وضع الشارع المقدس شروطا عدة لتحديد مرجع الدين وزعيم الحوزة، وأهم هذه الشروط هي الأعلمية التي تحددها آثاره والتي يطرحها دليلا لأعلميته في علمي الفقه والأصول. المفروض أن يكون المتصدي إلى زعامة المرجعية وإلى زعامة الحوزة العلمية والمتصدي إلى زعامة الأمة الإسلامية بصورة عامة هو من تتوفر فيه وتتوافر فيه الشروط الشرعية التي توارثت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه تعالى عليهم وعن الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم في عصر الغيبة الكبرى، إذ يجب أن تتوفر الشروط في هذا الشخص فيتصدى إلى زعامة الأمة وإلى قيادة الأمة. من ضمن هذه الشروط ومن أولها أو من أساسياتها هي أو هو شرط الأعلمية. قضية الاجتهاد والمرجعية والتقليد يعني يستند عليها الفقهاء من جملة من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والحديث المشهور الذي يستند إليه الفقهاء رضوان الله عليهم في إثبات المرجعية وفي إثبات مبدأ التقليد هو ما روي عن الإمام العسكري عليه السلام: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوه. فمن هنا يستندون على مبدأ التقليد وعلى رجوع العام إلى العالم المجتهد المطلق في أحكامه الشرعية والعبادية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن العلماء ورثة الأنبياء، وأن يأخذوا بأيدي الناس إلى ماذا؟ إلى مجاري الأمور. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه: مجاري أمور الناس بأيدي العلماء بالله والأمناء على حلاله وحرامه. انقسم علماء الحوزة إلى قسمين: أحدهما تبنى خط الحوزة الحسبية، والآخر خط الولاية العامة. فالأول يكون عمل المرجع فيه مقتصرا على الإفتاء والخمس والحقوق الشرعية، أي لا علاقة له بأمور المجتمع السياسية. ويصطلح على هذه الحوزة أيضا بالحوزة الكلاسيكية. أما الصنف الآخر من علماء الحوزة فقد تبنى خط ولاية الفقيه أو الولاية العامة، وهو خط شعبي جماهيري يوجه فيه المرجع العامة من الناس سياسيا واقتصاديا ودينيا، ويسمى أيضا بخط الحوزة الحركية المتفاعلة مع المجتمع. وأبرز فرق بين التوجهين هو أن الأولى اختارت الانزواء عن المجتمع، والثانية تبنت التحرك من داخل القواعد الشعبية. ويعد أبرز قادة هذا الخط السيد الشهيد محمد باقر الصدر، الذي انتقد بشدة ابتعاد الحوزة عن المجتمع لزمن طويل. لماذا تعيش الحوزة في هذا البلد مئات السنين ثم بعد هذا يظهر إفلاسها في نفس هذا البلد الذي تعيش فيه؟ في نفس هذا البلد الذي تعيش فيه يظهر إفلاس هذه الحوزة، وإذا بأبناء هذا البلد أو ببعض أبناء هذا البلد يظهرون بمظهر الأعداء والحاقدين والحاسدين والمتربصين بهذه الحوزة. ألا تفكرون في أن هذه هي جريمتنا قبل أن تكون جريمتهم؟
في أن هذه هي مسؤوليتنا قبل أن تكون مسؤوليتهم، لأننا لم نتعامل معهم، نحن تعاملنا مع أجدادهم ولم نتعامل معهم. فهؤلاء هذه الأجيال التي تحقد علينا اليوم، التي تتربص بنا اليوم، تشعر بأننا نتعامل مع الموتى لا نتعامل مع الأحياء، ولهذا يحقدون علينا، ولهذا يتربصون بنا، لأننا لم نقدم لهم شيئا، لأننا لم نتفاعل معهم. تسلم قيادة الحوزة الحركية السيد الشهيد محمد صادق الصدر بعد أستاذه الشهيد الأول، حيث شهدت مرجعيته توترا كبيرا وخلافا مع أصحاب خط الولاية الحسبية أو الحوزة الساكتة كما أسماها هو قدس سره. ومن هذه الناحية بالإمكان ملء الصحف والناس مدري يا حبيبي بعيدين لا يعلمون من هو السيد محمد الصدر ولا تاريخ حياته ولا كذا وكذا، الظروف العجيبة الغريبة التي عاشها هنا. طبعا سذج من هذه الناحية، راسا يسمعون اسما ملطخ بالسواد، جزاهم الله خير الذي يقولون على انه شنو؟ على انه مو خشعين ويسبوا بعنوان انه مو خشعين. إن أصحاب خط الحوزة الجماهيرية أو خط ولاية الفقيه في مواجهة دائمة مع الحكومات والواجهات الانتهازية النفعية التي تسعى لتصفيتهم، أي أصحاب خط ولاية الفقيه جسديا والقضاء عليهم، لأنهم يحظون بولاء الجماهير، الأمر الذي يهدد السلطة. وبالفعل تمت تصفية الشهيد الأول محمد باقر الصدر والشهيد الصدر الثاني، وأخليت الساحة الحوزوية من رموز الحوزة الشعبية، وظنت السلطة الحاكمة أنه قد تم القضاء نهائيا على هذا الخط القيادي ومتبنيه. ولكن سرعان ما تصدى لقيادة هذا الخط المرجعي الإصلاحي مرجع آخر هو آية الله السيد محمود السرخي الحسني، واضعا نفسه في مواجهة حتمية أمام محورين رافضين لعودة هذه الحوزة، محور السلطة الحاكمة ومحور الخط الحوزوي الآخر. في لحظات كنا قد يئسنا من وجود المرجعية الرسالية التي تقود المجتمع إلى بر الأمان بعد أن استشهد السيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف. وكنا نسمع في بداية الدعوة إلى مرجعية السيد الصرخي الحسني دام ظله أن هناك رجلا في مدينة النجف قد فتح البراني ويدعو إلى نفسه بالاجتهاد والأعلمية. بعد مؤامرة أحيكت من قبل النظام السابق وأزلامه، وهنالك معاونات خارجية وداخلية، خطط لاغتيال السيد الشهيد محمد صادق الصدر، بعدما حقيقة تصدى للمرجعية بكفاءة وجدارة وحقق ما يصبو إليه الناس، وانتشل الناس حقيقة من الضياع من التدهور. ولكن هذا الأمر شكل خطرا على النظام السابق وأخذوا يخططون، وللأسف الشديد حدثت محاولة الاغتيال. تصدى سماحة السيد الحسني وقد فتح براني وسمعنا عنه في الأوساط الحوزوية. كان السيد الحسني دام ظله طالبا متميزا يشار له بالبنان، كان أستاذا جيدا وكان يعطي دروس في الحوزة العلمية، وكنا نعرفه ولم يأتي من فراغ. ولكن كان تصديه للمرجعية وتصديه للأعلمية وادعائه الأعلمية يحتاج منا إلى إعادة نظر ومراجعة ومشاهدة ومواصلة. وبالفعل ذهبنا إلى البراني وجلسنا جلسات لعدة أيام طوال نستمع إلى حديثه وتوجيهاته وإجاباته على الأسئلة. حضرنا دروسه، كان يعطي الدرس، كان أسلوبه في الدرس يختلف عن الآخرين، كان طرحه للقضايا الشرعية والأحكام الشرعية والقضايا الدينية والاجتماعية يختلف عن الآخرين. وجدنا فيه نفس السيد الصدر قدس نفسه الشريفة. ولد السيد محمود الحسني السرخي في مدينة الكاظمية عند منتصف ليلة المبعث النبوي الشريف، ليلة 27 من رجب عام 1384 للهجرة،
ونشأ فيها، إذ أكمل دراسته الأكاديمية وتخرج من كلية الهندسة القسم المدني جامعة بغداد في عام 1987 بتفوق، وكان ذا ذكاء حاد، فضلا عن أنه يتمتع بالأخلاق الفاضلة. وتجلى هذا الأمر واضحا عند دخوله الحوزة، فقد كان الحوزويون أساتذة وطلابا يشيدون بأخلاقه العالية وصدقه وعلميته الفذة. السيد محمود الحسني الصرخي هو محمود بن عبد الرضا بن محمد بن لفتة، إلى أن يصل نسبه إلى الحسن المثنى من الإمام الحسن زكي، إلى أن يصل إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. والسيد الصرخي حسب ما ثبت عند النسابة عند علماء الأعلام في الحوزة العلمية الشريفة بتأييد من العلماء الأعلام، كما ورد عن السيد حسين بحر العلوم، السيد محمد كلنتار قدس سره، السيد محمد علي الحمامي قدس سره، الشيخ بشير النجفي دام ظله، السيد علي السبزواري دام عزه، المؤرخ الشيخ باقر شريف القرشي، السيد علي الموسوي الواعظ، الكاظمية المقدسة، السيد جواد، السيد هبة الدين الشهرستاني، إلى أن نصل إلى عدد النسابة 46 نسابة من الحوزة العلمية المقدسة يثبتون هذا النسب الشريف من آل صرخة. الحسني الصرخي من طلبة الحوزة العلمية، وكان أيضا من المدرسين، وليس طالبا كأي طالب، كان يتمتع بفطنة بذكاء من الأساتذة. درس المنطق، درس الشرائع، درس بعض الأمور في جامع الرأس، أنا كنت أراه، وحضر بحث السيد الشهيد الصدر. دخل السيد الصرخي الحسني الحوزة في عام 1994 للميلاد، وقبل أن يلتحق بالحوزة ومنذ كان طالبا في كلية الهندسة، استطاع السيد الصرخي أن يتم دراسة الكتب الحوزوية التي تدرس في مرحلتي المقدمات والسطوح، إذ درس حلقات أبو جعفر الثلاث في الأصول وحلقات أصول المظفر، وكان متأثرا بنحو كبير بفكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر ومواقفه، فكان نهج السيد الصرخي الحسني مكملا لمسيرة الشهيد الصدر. السيد درس على أيدي علماء كما قلنا وأسلفنا وعددنا بعض الشخصيات من الفقهاء، وكان طالبا جديرا بالعلم متفقها وصاحب قدها علمية، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بلطفه واستطاع أن ينال الاجتهاد، وهذا حقيقة ليس بغريب ومنكر على الحوزة العلمية، هناك نتاجات كثيرة. ونجح السيد الصرخي الحسني في الامتحانات الحوزوية بتفوق، والتحق مباشرة بمرحلة السطوح، بعدها مارس تدريس المقدمات، وكان أستاذا متمكنا ومتميزا كما كان كذلك وهو طالب. وحضر السيد الصرخي دروس السيد السيستاني والشيخ الحمامي والشيخ الفياض، أما أستاذه الرئيس فهو الشهيد الصدر الثاني قدس سره، إذ كان من أفضل طلبة البحث الخارج علما وحلما. وعندما دخل إلى بحث الكفاية وفي حضوره الدرس الأول، وجه إشكالات إلى السيد الصدر الثاني، ومسجلا إشكالات ونقاشات يومية، فتفاجأ السيد الشهيد بذلك، لأن الإشكالات كانت تدل على أن صاحبها مسيطر على دورة الكفاية ومتمكن منها. فقال السيد الشهيد مخاطبا السيد الصرخي: إنني أريد أن أعرف من المستشكل أولا حتى أجيب على الإشكال، فإنني أجد في هذا السؤال أن صاحبه متمكن من البحث. فقال السيد الحسني: خادمكم السيد محمود الحسني. فقال السيد الشهيد: الحسنيون كثيرون، من أي الحسنيين أنت؟ فقال السيد الحسني: حسني صرخي. فقال السيد الشهيد: تشرفنا سيدنا. عند دخول السيد الحسني إلى درس الكفاية كان
طالبا مجدا في نهاية الدرس يشكل، في أثناء الدرس يشكل. لفت انتباه سماحة السيد الصدر، في يوم من الأيام أشكل السيد الحسني إشكال وسأل السيد الصدر، فأراد السيد الصدر أن يعرف من المستشكل، فقال لسماحة السيد الحسني دام ظله، قال له: قبل أن أجيب على إشكالك وسؤالك أحب أن أعرف من المستشكل. فأجابه السيد الحسني: أنا السيد محمود الحسني. قال له السيد الصدر: هذه الحادثة تذكر ويذكرها الجميع من الطلبة والأخوان، يقولون. قال له: الحسنيون كثيرون، من أي الحسنيين أنت؟ قال: أنا صرخي. قال: تشرفنا بك يا سيدنا الجليل. ولما لاحظ السيد الشهيد أن السيد الحسني ذو علمية عالية، دعاه إلى أن يحضر إلى بحثه الخارج، قائلا له: إني أدعوك دعوة خاصة إلى حضور البحث الخارجي الأصولي والفقهي، علما أني لم أدعو غيرك لمثل هذه الدعوة. كانت للشهيد الصدر مكانة كبيرة في نفس السيد الحسني، بوصفه قائد الصحوة الجبار للعراقيين وأستاذه المخلص. فكان سماحة السيد الحسني يعبر عن حبه له بقوله: لم أرى في دراسة الأكاديمية والحوزوية أستاذا أخلص وأنقى وأتقى وأصدق وأوفى من سماحة السيد الأستاذ الصدر. فكان رضوان الله عليه لا يبخل على طلبته بسؤال ولا بنصيحة، وكان يحث على الدرس ويشد الطلبة إلى الموضوع بأسلوبه الرائع الجميل، ويعامل الجميع كأبنائه وأحبائه. عرض السيد الشهيد الصدر على السيد الحسني أن يتولى مهمة الاستفتاءات، الأمر الذي ولد للسيد الحسني العديد من الحساد والمبغضين من داخل الحوزة، وبدأ من حينها التعرض له بالمضايقات. عندما رأى السيد الحسني انهيار المجتمع وخلو الساحة الحوزوية من العلماء العاملين واتساع الفجوة من جديد بين الحوزة والناس، وذلك بعد اغتيال الشهيد الثاني محمد صادق الصدر، تصدى هو للمرجعية بنفسه. حينها كان قد وصل مرتبة أعلم مراجع الدين في داخل العراق وخارجه من خلال بحوثه العلمية العالية، لا سيما بحوثه الأصولية والفقهية وبقية مؤلفاته في أغلب صنوف العلم والمعرفة التي عجز الجميع أن يعلوها أو يأتي بمثلها. قال سماحة السيد الصرخ الحسني: الفكر المتين دليلي على أعلميتي، من يجد فيه ضعف أو ركاكة فأنا ومن يقلدني نتبعه. وهذه حجة بالغة على الجميع، على جميع طلبة الحوزة وغير طلبة الحوزة، على جميع العامة، وهذا دليل كاف لإثبات أعلمية السيد وأقدريته وأرجحيته على أقرانه من العلماء. من خلال هذا الكتاب أثبت سماحة السيد الصرخ الحسني دام ظله العالي قوة الآراء الأصولية التي تبناها محمد باقر الصدر قدس سره، قوة المباني الأصولية في مدرسة الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه. وقد حصل ونال من أستاذه الشهيد محمد صادق الصدر إجازة أو لنقل شهادة واضحة، حيث يثبت في أول الصفحات: من يريد أن يراجع وأن يقتني وأن يشتري هذا الكتاب فهو موجود في المكتبات وفي مكاتب مرجعيتنا، حيث يتحدث الشهيد الصدر رحمة الله عليه ويقول باسمه تعالى: قد استقرأت في الجملة بمطالب هذا البحث الجليل الذي تفضل به هذا السيد الجليل دام عزه، فوجدته وافيا بالمقصود مسيطرا على المطلوب مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى آخر كلامه. وهذا توقيع الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. وهذه الشهادة لنقل نحن نقولها أو نضعها ونصرح بها حجة على من يعتبر أن الشهادة حجة. قرر السيد الحسني إقامة صلاة الجمعة في النجف وأطلق عليها جمعة الأقصى، وبسبب إحيائه لصلاة الجمعة التي لم يؤدها أحد غيره في تلك الحقبة بعد استشهاد السيد الصدر ووقوفه بكل بسالة وشجاعة بوجه النظام الاستكباري، تم اعتقاله وثلة من أنصاره ومقلديه. جئنا في الصباح إلى براني سماحة السيد الحسني الصرخي دام ظله، فقال لنا ولبعض الأخوة
ممن كان يعمل في براني سماحته، كنت أحد العاملين في البراني، فقال اليوم إن شاء الله لدينا أمر مهم وهو إقامة صلاة الجمعة. فاستغربنا وقلنا سيدنا أين نقيم صلاة الجمعة وكيف نقيم صلاة الجمعة؟ قال الله معيننا. وكانت الجموع في الخارج تنتظر أمر، فلم نفتح البراني في الساعة 10 كما هو المعتاد، وأخرنا فتح البراني إلى أن أذن الأذان. أدخلنا الناس وأذن المؤذن، وكانوا يتصورون أن القضية صلاة جماعة كالمعتاد، فخرج عليهم سماحة السيد دام ظله بذلك الكفن ونحن نهتف لبيك يا حسني، لبيك يا صرخي، لبيك يا الله، لبيك نعم نعم لصلاة الجمعة، نعم نعم للسيد الصدر، نعم لمحيي صلاة الجمعة. فخرج إلينا سماحة السيد دام ظله بكفنه ليخطب بيننا الخطبتين وأكمل الخطبتين، وكانت أول صلاة جمعة وسميت في جمعة الأقصى. وكانت مفاجأة حتى بالنسبة لنا، لأنه كانت الأمور يعني متوترة، وكان النظام ظالم إلى أبعد الحدود، لكن مع ذلك قام السيد سماحته بالتصدي لهذه الصلاة، وكان يحاول أن يرينا وأن يثبت لنا بأن هذا النظام هو نظام يعني كأنه يعيش بجبروت فاشل، وأنه يستطيع أن يهز هذه العروش بمجرد صلاة جمعة بسيطة. وتمكن سماحته أن يؤدي تلك الصلاة مع بساطتها، وكانت أتذكر أنها كانت تتضامن مع يوم القدس العالمي أو مع الثورة الفلسطينية وإلى ما ذلك. جاء الأمر من القيادة في بغداد باعتقال السيد الصرخي الحسني ومن معه وإرسالهم إلى مديرية الأمن العامة، وتنقلوا بالسيد الصرخي من معتقل إلى آخر، ووضع بالمحاجر المشددة الحراسة. وجرت أحداث صراع جديدة مع السلطة في داخل المعتقلات، إذ حاولت السلطة بشتى الوسائل أن تحصل على ولاء مرجعية السيد الصرخي، ولكن محاولاتها باءت بالفشل، حتى قررت السلطة إعدام السيد. استمرت هذه الحرب خلال 2000، هذا الذي ذكره بالسنة 2002 بوجود صدام كان، وكانت الحرب سجال، مرة يعتقل السيد مرة يعتقل أصحابه، إلى أن صار الاعتقال بشهر 12 بعد صلاة بعد عيد الفطر، يعني بشوال اعتقل السيد. كنا نحن في زيارة له مناسبة العيد، ليلة العيد تمام، يعني يصبح الصباح يوم 1 شوال، كنا في زيارة للسيد. بعد ذلك رجعنا إليه وجدنا السيد قد يعتقل. هذا الاعتقال هو الاعتقال الأخير الذي على أثره بقي السيد 4 أشهر، صدر بحقه في الأمن العام في بغداد حكم بالإعدام، ولكن مشيئة الله عز وجل حالت دون تنفيذ حكم الإعدام لما كان النظام فيه من حالة ارتباك. فوصل الحال أنه جرأوا يعني هزام نظام بائد، يعني بالخصوص هم الفدائيين، يعني صار اعتقالات على السيد يعني أكثر من مرة، إلى أن وصل الاعتقال الأخير. وإحنا بقينا نحاول يعني بكل وسيلة وبكل طريقة نوصل للسيد، يعني ونوصل الفكرة للمجتمع أنه السيد أعلم مرجع ومظلوم ومغيب، لابد من نصرته يعني وواجب نصرته. بقينا يعني نحاول أكثر من محاولة حتى شنو نسوي إعلام قضية السيد ومظلومية السيد، إلى أن بدأ الاعتقال يعني. ونسمع جاي تجي ورا 5 أيام 6 أيام يجيبون ناس جدا، قالوا احنا تظاهرنا بالديوانية واللي الظاهر بالنجف ورا اعتقال السيد، صار هيجان شعبي. بعدين بدأ يخرجون الناس، بقينا هم أعداد هواية كليش. السيد بهالحالة هاي ياخذون التحقيق، بعدين توقف التحقيق. السيد أضرب عن الطعام تقريبا 35 يوم لمأساة السجناء والمعاناة اللي جاي نعانيها مع الضروب. ذاك البرد الجو بارد، ضرب وفلقة، وتجي للمحجر يذبون ماي
فوق ذاك الدق ماي، بس تبرع عن تقليد السيد. ما يعني أثار الحكومة وأزعجها جدا هو صلاة جمعة الأقصى اللي هو سماها السيد جمعة الأقصى. بعدها يعني اعتقلوا ناس كثيرة من باب البران مال السيد، واللي بعدها صار اعتقال سماحة السيد. من اعتقلوا سماحة السيد احنا يعني كمقلدين ما ندري يعني انه اعتقلوه، فسمعنا بالخبر رحنا لقينا البراني مالت السيد متفلش الباب، دماء بالارض، يعني ضرب للناس اللي مقلدين السيد اللي ويا السيد، وهو ضرب السيد واخذه يعني بملابس النوم. فهذا يعني خلينا نقول ازعج المقلدين، لان كانت حشود كثيره في باب بران السيد. فقررت الناس انه ما تسكت عن هذا التعدي وهذا الاعتداء على سماحة السيد، فحدثت امور هوايه، وقفات احتجاجيه، وتم اعتقال الناس في يعني بران السيد، قرب بران السيد الحسني. القياده باشراف قصي ومدير امن العامه وممثل الجهه الامن مال الحوزه اجوا للسيد، ذكر الحاله بامن العامه، فقاضوا السيد يقايضوا يقولوا له نعطيك الحوزه والاقامات والمدارس بس تنازل للقياده العراقيه، حط ايدك بيدهم. قال لهم اني صاحب مبدا وصاحب علم، ما اتنازل عن علمي، وانا صاحب مبدا لا اتنازل ولا اسلم اي شيء، اموت من اجل هذا المبدا. فاكو عميد فهمي قال للسيد، قال له وخر عن الكرسي، قال له هذا الكرسي مالته، قال له ترى زي لحيتك، قال له لحيتي لا تساوي شيء امام المذهب، انا ادي امشي المذهب والعراق هذا. فرد عليه عميد فهمي قال له احنا جبنا هنا محمد باقر الصدر وضغطنا عليه وانطل عنده والما عنده وانتهت القضيه، فانت شنو تحص علينا؟ قال له تخرس انت واسيادك. يحاكي عميد فهمي بس يحاكي باللغه الفصيحه اللي هم ما يفهموا شنو اللغه. يقول له تخلص انت واسيادك، محمد باقر لن يتنازل وانا لن اتنازل، وابقى على مبدا محمد باقر صدر والشهيد الثاني، لن اتنازل، انا صاحب علم. وجاء القرار من رئيس النظام باعدام السيد ومن معه، ولكن الحكم توقف تنفيذه اكثر من مره بسبب الاوضاع الصعبه للنظام والمظاهرات التي قام بها مقلدو السيد في النجف والديوانيه ومحافظات أخرى. واندلعت الحرب، وكانت القوات الأمريكية الغازية تضرب بغداد مستهدفة كل مدنها، وكان السيد حينها ينقل بين السجون إلى أن سقط النظام. خرج السيد الحسني من السجن وكان منهك القوة وفي حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في مديرية الأمن وسجون السلطة. الظلم الذي كانت تعانيه مرجعية السيد الصرخي الحسني لم تمر به أي مرجعية من قبل، لأنه كانت الأعداء كثيرة، بالإضافة إلى أعداء الدولة الظالمة. هناك من الناس من المنتفعين ومن العملاء من يحاول أن يصنع الشبهات ومن يحاول أن يلحق الضرر بقضية السيد الصرخي الحسني. استمر هذا العداء حتى بعد أن اعتقل السيد وبقي في السجن في بغداد 4 أشهر أو أقل أو أكثر بقليل، وخرج السيد من السجن والتقينا بملهمنا وقائدنا، وكانت الفرحة تعم، وأول دخول قوات الاحتلال هو كان سبب لخروج السيد. ذهبنا إلى بغداد وبحثنا في الكثير من السجون بحثا عن سماحته. أنا كنت من الذين ذهبوا إلى بغداد نبحث في السجون، نفتش في السجون عن السيد، لأننا لا نعرف أين كان مسجون وفي أي طامور قد زجه صدام. في الصحن الشريف الإمام علي أيضا همات هناك حصلت وقفة، أيضا اعتقلوا الناس من ذلك المكان. واللي يعني أداهم حيل هو صلاة جمعة اللي في مسجد الكوفة أقيمت، وكانت مطالبة صريحة بإخراج سماحة السيد بعدة هتافات. يعني نطالب الحكومة العراقية بإطلاق المرجع العراقي السيد الصرخي الحسني فورا فورا فورا. هواية رددنا هتافات يعني، وقيمت الصلاة، واعتقلوا الناس من ذلك المكان يعني. واللي جدير بالذكر هو عميد حسين كان موجود، يعني هو اللي اعتقل الناس. فمحمد حمزة الزبيدي شو يقول عميد حسين؟ هو ينقلها نفسيته عميد حسين، يقول انه لو
والله لو اني يعني يا عميد حسين لو اني المعتقل ذولا والله ما اعتقلهم، اعدمهم في مسجد الكوفه. اكو واحد يتظاهر على صدام؟ انه السيد خرج من السجن وصارت لنا فرصه اخرى ان نلتقي به، هذا ما فرحنا به. فرحنا له احنا مجموعه من الشباب، احنا اكاديميين كنا طلبه جامعه وقتها، وكنا نقلد السيد، وللاسف نحصل عليه اعتقالات. طبعا احنا حصلت علينا مضايقات هاي الفتره نتطرق عليها ان شاء الله بعدين. خرج السيد من السجن فرحنا له للكاظميه لبيته، قلنا خلينا نزوره، التقينا بالسيد الله يحفظه. فكان طبعا هو يتغير طبعا بسبب التعذيب اللي حصل عليه بالسجن، يعني حتى وجهه يعني عليه علامات التعب والضعف بسبب التعذيب والكذا. هو كان هم مسوي اعتصام أطال الله في عمره. فقال أنا يعني ناظر عمري كله، يعني أريد هاي معلومة تكون عندكم، نذرت عمري للعراق هو الإظهار القضية العلمية التي جاء بها السيد محمد باقر الصدر. سقط النظام وانهارت مؤسسات الدولة، وصار البلد مرتعا لأجهزة المخابرات الدورية والمافيات والعصابات والأحزاب، ودخلت الأفكار المنحرفة والهدامة ودبت الفتن. فكان لابد من أن يتصدى السيد الحسني لهذه الفتن والمخططات والمشاريع المدمرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فتصدى بكل قوته للاحتلال ومشاريعه وسلوكياته منذ أيامه الأولى، إذ أمر أصحابه بالتظاهر والاستنكار والمطالبة بخروج الاحتلال واستبدال القوات المحتلة بقوات مجلس الأمن الدولي أو قوات إسلامية أو من الجامعة العربية. فخرجت أول مظاهرة أمام فندقي شيراتون وفلسطين مرديان في ساحة الفردوس، حيث مقر القوات الأمريكية آنذاك، وحذر من فتنة مقبلة على العراق، معبرا عن رفضه لمجلس الحكم الانتقالي لأنه بني على أسس المحاصصة وتفتيت لحمة الشعب العراقي وإثارة النزعات الطائفية. وكان يعني في بياناته يعني علنا يهدد الاحتلال بالضرب وبالمقاومة. وكان يعني حتى في يوم من الأيام خرجنا مظاهرة وقفنا في باب قبلة الإمام الحسين، وأعلن بيان تشكيل تشكيلات للمقاومة ضد الاحتلال. ومن بعدها كانت يعني الآن يدعي من يدعي بأنه قاوم ورفض الاحتلال. السيد الحسني حفظه الله هو أول من أعلن المقاومة في العراق، والدليل موجود، يوجد أقراص CD صورت بها، وحتى عندهم هم الأمريكان وعملاء الأمريكان مصورين هذه المواقف. بيان أعلنت فيه المقاومة العراقية في كربلاء في باب قبلة الإمام الحسين، وقف أحد المشايخ وقرأ بيان سماحة السيد وأعلن به المقاومة، وحينها بدأت المقاومة. يا أبناء العراق المقدس، أيها الشرفاء والأخيار، يا أبناء الحسين عليه السلام وعشاقه، نعم نعم بالحوزة، نعم نعم بالحسين، نعم نعم بالمهدي، نعم نعم للصرخي، نعم نعم للإسلام، نعم نعم للحسني، نعم نعم للحسني، نعم نعم للحسني. يا أنصار صاحب العصر والزمان عليه السلام، انهضوا انهضوا، اثأروا قاتلوا حتى لا تكون فتنة. بعد استنكار وشجب الجريمة الأمريكية الجديدة بحق الأرواح والمقدسات في كربلاء الحسين عليه السلام المقدسة، عليكم تحديد الأهداف بدقة متناهية وتوجيه الضربات الموجعة لقوات الكفر والإلحاد للثأر لأرواح الشهداء وكرامة المقدسات، وعلى رأسهم حرم سيد الشهداء وأبي الأحرار الحسين عليه السلام. الله أكبر الله أكبر.
وأصحابنا أول من قاوم، وأول من خرج، وأول من تظاهر، وأول من طلب بخروج المحتلين، وأول من طلب بقوات بديلة، وأول من طلب بانتخابات نزيهة، وأول من طالب بأمم متحدة وتدويل هذه القضية. ليس الآن، من الأيام الأولى. منذ الأيام الأولى لدخول قوات الاحتلال سعت إلى كسب الجهات الدينية والواجهات الاجتماعية التي لها تأثير في المجتمع العراقي، وعرضت الأموال والامتيازات لمن يقف معها أو على الأقل لا يتعرض لها. انتقل السيد الحسني إلى كربلاء لاستكمال مسيرته المرجعية الجهادية، وبدأت الأحداث من جديد، وبدأ الصراع يتخذ شكلا آخر. فبعد أن زهق النظام ومؤسساته القمعية تسارعت وجوه جديدة لإشغال المناصب من رجال الدين وسياسة وغيرهم، ودفعت كل دولة رجالاتها للحصول على حصة في الكعكة العراقية. أتى إلينا من الدول العربية، من غير الدول العربية، من الدول الإسلامية، من الدول الكافرة، وصلوا إلينا، وصلوا إلى أصحابنا، وصلوا إلى المكاتب، وصلوا إلى شخصيات، عرضوا علينا أموال، عرضوا علينا السلاح، عرضوا علينا الفضائيات، عرضوا علينا فضائيات، عرضوا علينا الحكم، عرضوا علينا المناصب، عرضوا علينا تنفيذ كل ما نريد. اكتبوا ونحن ننفذ. لكننا رفضنا ورفضنا ورفضنا ونرفض. نحن نعمل من أجل العراق وفي السبل التي متوفرة لنا، وبما أعطانا الله ومنح الله سبحانه وتعالى، وبما يرضي الله، وبالكلمة أولا وثانيا وثالثا، بالكلمة الطيبة، بالكلمة الحسنة، بالتي هي أحسن، بالتدرج بالأمر والنهي، ونبقى نحافظ على المبدأ ولا نهادن هذا ولا نهادن ذاك. وقد عرض الاحتلال على مرجعية السيد الحسن امتيازات لإسكاتها من التحريض ضده، لكنه رفض كل الامتيازات وأصر على مواقفه الوطنية الرافضة للاحتلال وضرورة خروجه. رأت الجهات التي استولت على العراق أن وجود السيد الحسني الصرخي سيسبب بفقدانهم لما حصلوا عليه من مكاسب، وأنه يشكل عقبة في تنفيذ مصالحهم الحزبية بشتى أنواعها، خصوصا أن القوات المحتلة استنفدت وسائلها ولم تفلح في إسكات هذه المرجعية. لذا صار الأمر ملحا بتصفية السيد الحسني جسديا قبل أن يستفحل أمره بشكل لا يمكن السيطرة عليه. حرضوا الأمريكان بالأخير على الهجوم على منزل السيد بسبب هذه المواقف الوطنية، وقاموا بالهجوم بالليل على بيت السيد الموجود فيه هو وعائلته، وبعض الزوار الذين كانوا يبيتون في باب السيد تعرض الكثير منهم للقتل والجرح وانتهاك للحرمات، وحصل ما حصل، وتحقق هدفهم طبعا وللأسف، بأنه أن يخرج السيد من كربلاء أو يغيبوه عن أنظار المجتمع لكي لا يستمر في تخريب مخططاتهم. كانت أول شرارة لمقاومة الاحتلال الغربي من مرجعية السيد الصرخي الحسني بعد أن اعتدت القوات المحتلة على براني السيد، فشهدت كربلاء التي اتخذ منها المرجع الحسني محل إقامة أول مقاومة عسكرية كبدت الاحتلال خسائر فادحة، حيث قتل أكبر جنرالاته مع العديد من جنوده بعد مواجهات بين قوات الاحتلال وأنصار السيد الحسني الذين استشهد منهم 8 أشخاص. وتم نقل هذا الخبر على بعض وكالات الأنباء العربية بنحو خجول لا يتناسب حجم الجريمة، وذلك بسبب سيطرة القوات المحتلة وأجهزة مخابراتها على وسائل الإعلام. في عملية لم تفهم أسبابها بعد، حاولت قوات الاحتلال بمشاركة الشرطة العراقية مداهمة منزل السيد محمود الحسني المرجعية الدينية لأغلبية أنصار تيار الصدر. المداهمة التي جوبهت بمقاومة عنيفة من قبل حراس الحسني أسفرت عن مقتل عدد من جنود قوات الاحتلال، فيما قتل عدد آخر من حراس السيد الحسني، وأصيب آخرون بفعل النيران الكثيفة التي أطلقها جنود الاحتلال. الاشتباك ربما هو الأول من نوعه، حيث تحاول قوات الاحتلال الهجوم على أحد منازل المرجعية الشيعية، وهي منزل أو متمثلة بالسيد محمود الحسني المرجعية الشيعية، أحد تلامذة الشهيد الصدر، أو من المرجعية ربما يعتبر لدى الشيعة خليفة الشهيد الصدر. هذا الرجل الذي يدافع عن العراقيين وعن حقوق العراقيين يجابه بالعدالة، لا أعرف لماذا. على كل حال، وأتى سماحته وفتح البراني في كربلاء
وفتح الدرس الحوزوي، وكانت الجموع تأتي إلى كربلاء للالتحاق بالدرس الحوزوي وللقاء السيد. لكن هذه العملية وهذه الحركة في مرجعية السيد أغاضت العديد، وأغاضت حتى أمريكا وإسرائيل، فقرروا أن يصفوا هذا الرجل لأنه يرون فيه خطرا عليهم. وقررت قوات الاحتلال بعد فشلها أن يقتلوا السيد الصرخي معنويا في المجتمع العراقي، يجعلوه غريبا في وطنه وبين أبناء شعبه، فشن ضده أعتى حملة إعلامية تشويهية، واستخدمت ضده الإشاعة التي انطلقت من واجهات دينية، إذ اتهموا حركته تارة بالبعثية وتارة بالمهدوية، وأخرى بأنه يريد احتلال العتبات المقدسة، وأن مرجعيته ظهرت ما بعد سقوط النظام، وما ساعدهم على ضمان عدم معرفة المجتمع بمرجعيته الحقيقية سيطرتهم على الإعلام، فيما وقف عرفوا الحقيقة على التل. وتوالت الأحداث والسيد يقف بوجه كل المخططات باليسير المتوافر لديه، ومن خلال أوراق تطبع عليها بياناته. وفي المقابل كانت الآلة الإعلامية والمالية الضخمة تعمل في الاتجاه المعاكس، والبلد ينهار باتجاه الفتن والاقتتال، حيث تصدى سماحته لكثير من الانحرافات والشبهات العقائدية التي اجتاحت المجتمع في السنوات الماضية وفي هذه السنوات، وما سوف يعني يجتاح المجتمع لا سامح الله من فتن، إذ إن الروايات تنبئ بأن الفتن يعني كلما اقتربنا من عصر ظهور الإمام المعصوم صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ستزداد الفتن وتزداد الظلمات، فبالتالي لا بد للمرجع المصحح لمسار الأمة، المرجع الرسالي، المرجع الموضوعي، المرجع الأعلم، هو الذي يتصدى لكل هذه الشبهات التي اجتاحت المجتمع. وتم صناعة أشخاص بمساندة دولية استخباراتية لطرح أفكار منحرفة في المجتمع الشيعي، مهمتها تشويه القضية المهدوية من جانب، وضرب مرجعية السيد الحسني من جانب آخر، وذلك بصناعة شخوص منحرفة تدعي المهدوية تكون أسماءهم مشابهة لاسم السيد، وبذلك تخلط الأوراق في أذهان الناس ليعتقدوا أن السيد الحسني يدعي المهدوية، فطرحت في الساحة حركات عدة تحمل أفكارا منحرفة، كان أهمها جماعة جند السماء وجماعة أحمد إسماعيل قاطع الملقب بأحمد الحسن اليماني. فنجد كثير من الدعوة قد ظهرت، دعوة جند السماء ودعوة اليماني ودعوة القحطاني، والكثير من هذه الدعوة المنحرفة. فما هو موقف الحوزي؟ ما هو موقف المرجعية؟ ما هو موقف المرجع السيد الصرخي؟ يعني نحن عندما ندعي ونبحث ونشيد ونشير للأعلم، ما هو دور الأعلم؟ ما معنات الأعلمية؟ نقول الأعلم هو القادر في تشخيص الواقع، هو الأقدر في تشخيص المصلحة، هو الأقدر في دفع كل شبهة تطرح على الساحة، هذا الأعلم. لم تجد هذه الحركتان من يجابهها من العلماء، وتحدت علماء النجف وكربلاء بالمناظرة والمباهلة، وطرحت مغالطات وأفكارا جرفت العديد من الناس، فتصدى السيد الحسني فكريا لهذه الفتن وأبطل مبانيها وأسقطها إلى الأبد، وخصوصا الحركة المنحرفة والخطرة التي تبناها ما يسمى باليماني، الذي كان يدعي أنه رسول الإمام المهدي، وأنه ابن الإمام، وأنه يشرب الشاي مع الإمام، وأنه يرى الإمام. فأبطل السيد مبانيهم المنحرفة وهدم أفكارهم بأسلوب علمي رصين، وأمر طلبته بتأليف الردود على هذه الأفكار، وأسقطت فتن أحمد إسماعيل قاطع وقاضي السماء إلى الأبد. فنحن عندما ندعي ونقول الأعلم السيد الحسني، ما هو موقف سماحة السيد من هذه الحركات؟ إذا كان هو الأعلم هو الذي يستطيع دفع هذه الشبهات، قل نعم. دعوة قاضي السماء دعوة منحرفة وغير صحيحة واندحرت، ولكن الذي لديه إصدارات ربما نوعا ما دعوة اليماني، دعوة أحمد إسماعيل قاطع الذي يدعي أنه ابن الإمام، الذي يدعي هو اليماني الموعود، ويقول أنا أعلم في القرآن. سماحة السيد رد على دعوة اليماني
وقال إذا كنت أنت فعلا تدعي تقول أنت اليمان ودعوتك على خير، فلماذا لا ترد على علم الأصول؟ أجاب اليماني قال أنا أعلم بالقرآن وليس بعلم الأصول. وبالتالي الحمد لله صدرت المؤلفات تلو المؤلفات من سماحة السيد الحسني ومن قبل طلبته إلى أن وصل إلى 40 بحث ردا على المدعي أحمد إسماعيل قاطع، وثبت بطلان ما يدعي. فيما قام رموز الدين وبعض المعممين النفعيين بإشاعة أن صاحب دعوى اليماني هو السيد الحسني الصرخي نفسه، وأنه يدعي شرب الشاي مع الإمام، وكذلك قضية جند السماء. ففي الوقت الذي كان السيد منشغلا بالدفاع عن الإسلام ومدرسة أهل البيت، كان بعض الرموز الدينية يطعنونه من الخلف، فأصدر السيد بيانه تحت عنوان أفاكون وخشب مسندة، وتكفل أنصاره بتوزيعه. هذا الحسني وبين ابن الحسن وما يسمى بن قاطع، نحن من حاربنا تلك التوجهات والأفكار التي نعتقد بأنها منحرفة، وسجلنا كثير من المواقف وأصدرنا الكثير من المؤلفات بهذا الخصوص. مع هذا يخلطون بين هذه وتلك القضية ويحاولون أن يخلطوا الأوراق على الآخرين. وكان أنصار ومقلدو السيد يقيمون صلاة العشاءين كل ليلة جمعة بين الحرمين في كربلاء، ويؤدون الزيارة والدعاء، الأمر الذي أثار حنق من يسيطرون على الروضتين وتخوفهم، فراحوا يضايقون المصلين ويتهمون كل من يحمل كتاب مفاتيح الجنان قائلين له أنت صرخي، ويضعون له صورة السيد لكي يشتمه ويدوسها، وإلا فيشبعونه ضربا، حتى قرروا التخلص من وجود السيد في كربلاء. وحصلت جريمة الاعتداء الثاني، جمعوا ميليشياتهم وهجموا على حوزة وحسينية السيد في كربلاء وسفكوا الدماء من جديد. فسمع مقلدو السيد الحسني بالخبر وجاءوا من بقية المحافظات، مما حدا بحكومة كربلاء بغلق المحافظة وإعلان حظر تجوال، وحصلت حادثة أبي غرق في ليلة من ليالي رجب، وأعتقد ليلة 20 من رجب 2007 بالهجوم على حسينية الإمام الصادق سلام الله عليه ومحاصرتها، وبعدين هجوم عليها، وكانت هذا القضية يعني أدت إلى هجوم مسلح من قبلهم، يعني من قبل الحكومة على الحسينية، أدت إلى سقوط 3 من شهداء المرجعية الحقة، وتدمير كثير من الأدوات والأجهزة في الحسينية وواجهة الحسينية، وتمزيق للقرآن الكريم في وقتها كان، وحرق، لأنه كان الهجوم بكل أنواع الأسلحة. وأيضا استخدم الإعلام للتزوير والتعتيم على القضية، وخوفا من أن تعرف الناس بالمظلومية وما يقع من ظلم واعتداء على السيد، فقد تدخلت أطراف سياسية لإنهاء الأزمة، ولم تنتهي مواقف السيد رغم التعتيم والتشويه والمظلومية، بل كان حاضرا بين الناس في كل شاردة وواردة، ووقف بوجه الطائفية وأصدر بيانه بحرمة الدم العراقي، ووقف بوجه الفيدرالية وأصدر بيانه المعروف فيدرالية آبار النفط وتهريب الآثار والمخدرات. لم يقف الأعداء للسيد عند حد معين، بل أنهم ومن أجل التخلص من هذه العقبة حشدوا أتباعهم وميليشياتهم في عدة مدن، كان أوضحها ما حصل في مدينة الرفاعي، حيث قاموا بالهجوم على مكتب السيد في هذه المدينة وإحراق محتوياته بما فيها المصاحف والأدعية بكل إصرار، كما حشدوا بعض الغافلين والمغرر بهم للاعتداء على هذه المرجعية المظلومة. وما إن علم مقلدو السيد الصرخي خبر حرق مكتب السيد في الرفاعي والاعتداء الذي حصل، حتى استعدوا للتوجه من بغداد وكربلاء والقادسية والبصرة وبقية المحافظات للذهاب إلى مدينة الرفاعي، إلا أن مرجعية السيد الصرخي أخمدت الفتنة بسرعة، وأمرت مقلديها بعدم استخدام العنف واتباع الأساليب السلمية للاستنكار والمطالبة بالحق، التي أهمها التظاهر السلمي الذي جوبها بوحشية وقسوة من قبل ميليشيات بعض الأحزاب. ظللت الناس تعرف يعني حقيقة ما تمتلك ذلك الخلفية، كثير منهم وأكثر منهم هم يعني مدعومين، جهات ميليشيات مدعومة منظمة، وعملية كانت مرتبة حتى من الجهة الإعلامية، من جهة إشاعات يعني إذاعة الإشاعات. بعدين احنا توجهنا للصلاة،
هي كانت محور القضية هو مسجد محمد باقر الصدر. عندما قمنا ببناء مسجد محمد باقر الصدر بشكل أصولي، وكان المحافظ الأول دور، حيث هو الذي يعني كان مشترك مع ضمن المتبرعين اللي بنوا المسجد، وأيضا جهات عشائرية وشعبية وإخواننا من أهل الناصرية ومن الرفاعي شاركوا ببناء هذا المسجد، وبموافقات وحصلت موافقات، وظهروا على شاشة التلفزيون مع وزير شؤون العشائر وهكذا، وقال إنه هذا المسجد يعني هذا مسجد وموجود وربما راح يرجع. فإحنا رحنا صلينا في إحدى الجمع، صلينا في هذا المسجد، وإذا بقوات المحلية تهجم علينا مع ميليشياتها. هناك تنظيم مع الميليشيات، تنسيق، وناس يحملون الهروات، وناس تدعمهم القوات المحلية، اعتدوا على المعممين، اعتدوا علينا كوجهاء عشائر، يعني بالضرب بالاعتقال. اعتقلوا يمكن أكثر من 800 أو أكثر من 800. وبعد سنين عجاف من التشريد والظلم والتشويه والإقصاء، نزل السيد الحسني الصرخي في كربلاء واستقر بها، وفتح برانية للقاء أصحابه وعامة الناس، فكان الناس يتهافتون عليه فرحين بلقاء قائدهم ومرجعهم ومخلصهم من العذابات ومن كيد الذين عاثوا في البلاد الفساد تحت شعارات الدين والمذهب. أو الرجوع إلى الساحة وإعلان دعوته من جديد ومحاكاة المجتمع وتحريك المجتمع نحو التخلص من هذه العبودية ومن هذا الظلم. وكان لي الشرف أيضا، كما سجل لي الشرف في زمن صدام، سجل لي الشرف الآن بأن أكتب تلك القصيدة في أول لقائي بالسيد، أول دخولي على السيد. كانت هذه القصيدة التي الكثير كان حينما يراني يقول: قد أبكيتنا يا شيخ، قد أبكيتنا يا شيخ. ولو ما انتبه الوجود الدنيا ما تسواش، لو ان انتبه الوجود الدنيا ما تسواش، ولا يسوى الهدم ولا يسوى هو مولاي، والنشقى امتثالا للكرم والطيب والإحسان. يا بحر السماح المانص الغمقة، ومع كل الجرى ومع كل الجرى علينا والصار، ومع كل الجرى من الوادم الدلقة، ومع كل الجحود ودمنا ذاك السال. وش خلى الحقد بقلوبنا وبقى؟ فزعنا نصيح حيهم بالنهار وليل، فزعنا نصيح حيهم بالنهار وليل. كل واحد نقف يم بابه ونتقى، كل واحد نقف يم بابه ونتقى. يا محمود البشر ما تفتهم سريد، يا محمود البشر ما تفتهم سريد، يا محمود البشر ما تفتهم. شن سالف من صدق ما حد يصدقه. هي الناس انت تريد تنهار، هي الناس انت تريد تنهار، تنزل للسفال وما تحب ترقه. انت كانت موسى وذلت الفرعون، تحب هي تظل الباطل مزنقه. ولان انت بعيد وما نشوف النور، لان انت بعيد وما نشوف النور. يتمشى الزمان علينا ويوجع بطقه، يتوجه الزمان ويوجع بطقه. بجينا سنين لما نشفت العين من نذكر بسمتك مولاي والشوقه. كنا في البوات ويوسف بعيد، ردنا من القميص حصل خرقه، وجد خرقه قميصك صوره في عاشور. دبل بيها الولد وعزوجة الملقى، رد شوف القميص وفرح يعقوب، رد شوف القميص وفرح يعقوب. وبين أسور محرم شبة الحرقة، عرفنا ايش قد قصور وبين تقصير، عرفنا ايش قد قصور وبين تقصير. وكل واحد يلوج وحاجب الفقه وخيرك يا محمود بخيرك، وبخيرك يا محمود بخيرك، تغفر هالتقصير بخيرك يا محمود بخيرك، تغفر هالتقصير بخيرك يا محمود بخيرك، تغفر هالتقصير بخيرك يا محمود بخيرك. لا 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 يا مولانا باسمي حسين، هاي الثورة، هاي الثورة. باسمي حسين، باسمي حسين، هاي الثورة.
ويستمر الصراع بين الحق والباطل وبين النور والظلام، ويستمر المصلحون الرساليون بحمل رسالة الأنبياء والسير بها قدما، وإن حاول المبطلون إطفاء نورها وقتل وتشريد وتطريد حملتها. ويستمر خط الفداء والتضحية، خط أبي الأحرار الحسين، برفض الظلم ورفع راية التحرر من العبودية، رغم سعي أهل الباطل من النفعيين والانتهازيين تضليل الناس وإبعادهم عن القيادة الحقيقية التي ترفع عن المظلومين الضيم والظلم وتوفر لهم الحياة الحرة الكريمة بعد أن يلتفوا حول قيادتهم الحقيقية. الالتفاف والارتباط الذي يسعى الانتهازيون لمنع حصوله بشتى الوسائل وإبقاء الناس في تبعية وجهل وانحطاط وسفال، هذا السفال الذي حذر منه أئمة أهل البيت بقول الإمام الصادق عليه السلام: ما ولت أمة أمرها رجل قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرها يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. وهل هنالك سفال أشد مما تمر به أمتنا ومجتمعنا اليوم؟ فمتى ما انتفضت هذه الأمة على نفسها وعادت إلى ما تركت، ومتى ما تخلص الناس من هزيمتهم الأخلاقية، فإنهم سيعيشون عيشة طيبة وسيحيون حياة حرة كريمة تضمن لهم الفوز في الدنيا والآخرة.